سي رفيق شنو مستحده النهضه انها تزيد في تنازلات اخرين؟ يقول لك التحييد الفعلي لوزاره السيد، معناها مراجعه الطاقم والمكلفين بالمهمه والمستشارين الكل في الوزاره، اداء وزاره الشؤون المدنيه ومراجعه وزير الشؤون المدنيه، شنو طالبين؟ خطه واضحه للعنف وحل رابطه حمايه الثوره، ومراجعه التسميات الولاة والمعتمدين والكل على الكفاءه وليس الولاء. هل هناك استعداد من حركه النهضه لتنازلات اخرى الان للتكتل مثلا لكي يدخل الحكومه؟ التحالف لن يدخل ولا لازم يدخل كي تحقق له الشروط هذه الكل؟ المقتضيات هذه اي يجب كل هذه احنا نعتبرها الضمانات مستدعيين. انتم غدوه العشرة تاع الصباح باش تمشي ولا مستدعيين؟ باش تمشي على كل حال لا انا قبل لا نمشوا ماذا بينا تنجلي الصوره، خاطر انا صار اجتماع البارح ما عنديش تفاصيل الواقع، وصارت بعض الاتصالات اليوم. اكيد بعد ما غادر برنامجكم نحاول نجلي الصوره نفسي ونشاور الاخوان ونشوفوا نحضر ولا ما نحضرش. على كل حال ان شاء الله كما يقولوا ما يكون شرط الهجاله على العازم معنا. شرط العازم على ولا شرط العازم على الهجاله ما نعرفش. صحيح كان هجاله معناها ندخلوا في سلسله هذه نتاع اشتراطات يبدو لي معناها ماهيش مناسبه لا لطبيعه المرحله ولا لشروط الشراكه السياسيه ومقتضيات الشراكه السياسيه. قالوا لي سي با جونتي اللي قلت انا، نعتذر بالحق سي با جونتي. لا اللي قلت انا سي با جونتي، نحب نعتذر عليه. اي معناها شرط العزم على الهجاله هكا. انا لا مش انت اللي سي با جونتي، انا اللي قلت انا سي با جونتي. لا اللي قلت انت على كل حال معناها في بالي احنا حريصين، احنا عملنا تنازلات حقيقيه وتنازلات